السلام عليكم، مرحبا بكم متابعيني في كل مكان. طمنوني عليكم. اليوم حابة أعمل معاكم وصفة جميلة جدا اللي هي وصفة شوربة الكوارع بطريقة سهلة تطلع معاكم مستوية ودايبة زي ما انتوا شايفين، وفي حلة عادية جدا من غير حلة بتاع الضغط. أول حاجة نحضر الكوارع، لازم تكون نظيفة، وما تنسوا تستخدموا الموس بتاع الحلاق عشان تتأكدوا من انه ما فيها اي شعر زائد. بعدين على حلة فيها موية مغلية اضيف الكوارع بتاعتي، ارفعها على النار لمدة 10 دقايق، اغطيها عشان الزفارة. بعدين اكشح الموية، وفي الزمن ده احضر الخضار بتاعتي: جزر وفلفلية خضراء وبصل وتوم. اجيب الكوارع بعد ما غسلتها، احطها في الحلة، اضيف عليها الخضار السابغة، واضيف البهارات الصحيحة. انا استخدمت فلفل اسود وهبهان ورقات وكمباء وغرنجال، ممكن تستخدموا اي نوع بهارات صحيحة موجودة عندكم. حتى بعدين اضيف الموية المغلية، ارفعها على نار متوسطة لمدة ساعتين. ده شكلها بعد الساعتين. اضيف ملعقة كبيرة ملح وعقدة بتاعت بقدونس اخضر بيديه نكهة جميلة شديد. اغطيها واخليها تغلي لمدة نصف ساعة تاني. ده شكلها النهائي، ريحتها حلوة شديد وطعمها جميل، والكوارع مستوية ودايبة. كده استوت خلاص وبقت جاهزة للتقديم. بتمنى انها تعجبكم. جربوها وروني رايكم شنو، وما تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو. لو متابعيني ولو ما متابعيني ما تنسوا تشتركوا في القناة. وشكرا لكم، والى اللقاء في وصفة تانية. مع السلامة.